هو ما عملش حاجه كبيره، كل اللي عمله انه ادى جاره هديه بسيطه كده من قلبه، بس اللحظه دي كانت كفيله تخلي ضابط شرطه قريب ياخد باله. الضابط شك ان جيمس حرامي وساله على طول الهديه دي جبتها منين. جيمس اتفاجئ واتلخبط والخوف ملا قلبه، خاف انهم ياخدوا الهدايا منه. قام جري بالعربيه الصغيره بتاعته، بس قبل ما يبعد الضابط لحقه وكبله من غير حتى ما يديه فرصه يتكلم، وفي لحظه اتقبض عليه واتحبس. لكن اللي حصل بعد كده صدم الكل. بعد 10 دقايق خرجوه ضابطين كبار، مش بس طلعوه، دول كمان جابوا له كيكه ببلاش وعزموه يتفرج معاهم على ماتش كوره. اما الضابط اللي قبض عليه اتبهدل، خلوه يكتب اعتذار رسمي ويوصل جيمس بنفسه علشان يوزع الهدايا على جيرانه، مش علشان جيمس ليه واسطه ولا حاجه خالص، هو معروف في المنطقه. جيمس شكله راجل كبير بس تفكيره زي طفل عنده 8 سنين، كل يوم بيتمشى في الشارع بعربيه صغيره. سلوكه غريب شويه بس قلبه طيب ومفيش حن منه، محدش يقدر يتخيله يعمل حاجه غلط. جيمس دايما ساكت منطوي، والمكان الوحيد اللي بيحس فيه بالراحه هو جنب ملعب الكوره. بيقف كده على جنب يتفرج على اللعبه حتى في عز الحر، ده اكتر وقت بيحبه في اليوم. لحد ما في يوم كل حاجه اتغيرت، كوره اتشطت بالغلط وخرجت بره الملعب ونزلت عند رجلين جيمس. واحد من اللعيبه ناداله يلا يا جيمس ارمي لنا الكوره. جيمس مسك الكوره بس افتكر انهم بيدوها له هديه فخدها ومشي.